اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن موضوع انا سالت عليه اكتر من مره في القناه، وهو الفرق ما بين كارت الخصم المباشر اللي بيطلع على الحساب اللي احنا بنفتحه جديد باصدار ميزه، وكارت الخصم المباشر اللي بيطلع على الحساب مكتوب عليه فيزا او ماستر. تمام كده. طيب بس قبل ما اكمل الحلقه، يا ريت اللي بيتفرج على الحلقه اول مره سبسكرايب وشير ولايك للحلقه، عشان خاطر ان الشير ولايك وده طبعا بيدعمني في القناه، فاقدر اجيب لكم كل جديد من اول باول، وده بيدعمني انا فاقدر ان انا اكمل. فيا ريت شير ولايك ده بكل قوتكم. تمام كده. طيب تعال بقى نتكلم في الحلقه ذات نفسها، ونعرف ايه الفرق ما بين كارت الميزه وكارت الخصم المباشر والمحددات بتاع كل كارت فيهم. اول حاجه كارت الميزه انتشر مؤخرا بعد حركه اللي هو تحجيم تحجيم الاستخدام الدولار خارج مصر، وده نتيجه حاجه مهمه جدا احنا مش واخدين بالنا منها، ان كارت الديبت الميزه او كارت الخصم المباشر الميزه بيتم استخدامه محليا فقط لا غير. يعني الميزه بيتم استخدامه محليا فقط لا غير، وليس دوليا. يعني ايه؟ كارت الميزه انا اقدر ان انا اشتري منه او اتعامل داخل مصر زي ما انا عايز، لكن لو طلعت بره مصر في السعوديه، في الامارات، في اي دوله خلاف مصر، الكارت ده مش هيشتغل معايا. تمام كده. اما بالنسبه لكارت الخصم المباشر الفيزا والماستر، بقدر ان الناس استخدمه جوه مصر وبره مصر. يعني في بعض الناس معاهم كارت خصم مباشر اللي هو عادي خالص، ويطلع بره مصر ممكن يستخدم الكارت بتاعه بره مصر عادي خالص بدون اي مشاكل وبدون اي، ولكن مع طبعا الاحتفاظ بالمحددات اللي نزلت مؤخرا احنا اتكلمنا فيها. تمام. تعال نفهم بقى ايه الفرق بين الاتنين كده بشكل يعني ايه مبسط. دي مقارنه ما بين البطاقه اللي هي الميزه اللي على اليمين ده الميزه، وعلى الشمال ديت البطاقه الخاص مباشر عادي اللي هي اللي احنا بنستخدمها عادي. تمام كده. طيب اول حاجه مصاريف الاصدار بالنسبه للميزه 30 جنيه، والتجديد وبدل الفئه كله 30 جنيه. اما بالنسبه للتاني زي ما احنا شايفين، اما بالنسبه للخصم العادي اللي هي الفيزا والماستر بتاعتنا، كانت مصاريف الاصدار كان 50 جنيه، والتجديد بتاعنا 30 جنيه. ماشي. يبقى ناخد بالنا ان هنا تكاليف مصاريف الاصدار والتجديد والبدل الفائت لو انا عايز اعمل اي حاجه 30 جنيه بالنسبه للميزه. بالنسبه للخصم المباشر اصدار 50 جنيه، وتجديد او بدل فائد قصدي بدل التلف قصدي 30 جنيه. تمام كده. لكن مصاريف الاصدار والتجديد بالنسبه للخصم المباشر 50 جنيه. ماشي. طيب تعال نكمل في بقيه الايه يعني المحددات بتاعتها. طبعا هنا هنستخدم المحددات محليا فقط لان مفيش محددات دوليه، عشان احنا قلنا كارت الميزه بيستخدم داخل مصر فقط لا غير. فالحد الاقصى للسحب النقدي اليومي 12000 جنيه محليا. الحد الاقصى للمشتريات 100000 جنيه. مش ده كل ده محل. طب انت مش انت قلت لي يعني وقت مكتوب مشتريات، مش انت قلت لي يا باشا مش هو مش هينفع ان انا استخدم الكارت كمشتريات؟ ما هو مشتريات دي ان انا ممكن اشتري اونلاين. كارت الميزه بيتم ان انت ممكن تتعامل عليه بالشراء اونلاين، ولكن على المواقع اللي بتقبل التعاملات بالجنيه المصري فقط لا غير. ماشي. يعني ايه بتقبل التعامل بالجنيه المصري؟ يعني لو انت دخلت دفعت على مثلا موقع مش مثلا دولي زي امازون مثلا زي الكلام ده، ممكن تترفض منك. ماشي. اي موقع داخل مصر، يعني مثلا شركه داخل مصر عامله الدفع بيها اونلاين، بتستخدم معاك عادي. تمام كده. ده كده معنى كلمه المشتريات داخل مصر. وطبعا كمان لو دخلت سوبر ماركت هتستخدم الكارت مثلا ان انت تدفع في السوبر ماركت او كلام من ده، كل ده اسمه دفع محلي، فبناء على انه هو هيشتغل معاك عادي. ده كارت الميز. طيب بالنسبه للكارت التاني بقى، الحد الاقصى للسحب اليومي 15000 جنيه. تمام كده. ده محليا. و150 الف جنيه مشتريات الحد الاقصى، طبعا ده الحد اليومي، ده طبعا برضو محليا. ده فين؟ الحد الاقصى الايه اليومي للمشتريات. طب بالنسبه بقى للحد الاقصى اليومي والشهري للسحب النقدي دولي 2000 ونص، ده تقريبا كان بمعادل تقريبا 100 دولار تقريبا او اقل من 100 دولار حاجه بسيطه. والحد الاقصى اليومي والشهري للمشتريات دوليا 10000 جنيه. ده طبعا بعد المحددات الاخيره اللي كانت حصلت مؤخرا بعد موضوع تحجيم الحدود اللي هي الايه السحب خارج مصر. تمام كده. طبعا احنا شايفين الفرق الواضح ما بين الاثنين، حتى لو ان محددات السحب خارج مصر قليله، ولكن في محددات سحب موجوده اصلا. يعني انت تقدر تستلم الكارت بتاعك خارج مصر اصلا. تمام. ففرق الاستخدام واضح جدا. تمام. طبعا احنا كلنا عارفين ان معدل السحب اليومي للبطاقات اللي هي البطاقات اللي هي الميزه كمان اللي هي البطاقات اللي هي العاديه الخصم المباشر 15000. هنا 12. يعني نلاحظ كمان ان هنا 12 وهنا 15. الفرق هنا واضح جدا ما بين حد السحب اليومي ما بين الاثنين. ماشي. ده كده مقارنه بسيطه ما بين الاثنين، ونشوف بقى كمان هما بيتفقوا، ونعمل كمان مقارنه ثانيه نبص على حاجه ثانيه فيها.
هنا بنشوف استخدامات البطاقه الخصم المباشر اللي هي الكلاسيك اللي هي القديمه اللي هي العاديه بتاعتنا، محليا ودوليا. اما بالنسبه للميزه محليا بس. مدة صلاحية البطاقة تم تجديد يعني تم مد مدة صلاحية البطاقة كلها لكل البطاقات بقت 5 سنين في الاتنين. احنا قلنا استخدام عبر الانترنت هنا متاح وهنا متاح، ولكن احنا قلنا بالنسبة للميزة متاح استخدامها عبر الانترنت في المواقع المصرية فقط. اما بالنسبة للخصم المباشر الكلاسيك متاح مصر دولي وايه ومحلي، يعني دولي وخارج مصر. دولي وخارج مصر، دولي وداخل مصر قصدي، ماشي. الاستخدام التسوق عبر الانترنت قلنا قبل كده برضو نفس القصه، الخصم المباشر بيتم استخدامه جوه مصر وبره مصر. اما بالنسبه لبطاقه الخصم المباشر الميزه بيتم استخدامها داخل على المواقع التسوق والمواقع المصريه داخل مصر فقط لا غير. تمام كده. طيب تعالى نعرف احنا ليه تم اصدار بطاقه ميزه، وامتى ان انا اقدر ان انا اطلب من البنك ان انا يطلع لي فيزا كلاسيك عاديه او فيزا مش ميزه. تمام. اقدر ان انا اطلب الطلب ده اذا كان رصيدي فوق ال 200,000 جنيه. يعني انا فاتح شهاده جوه البنك ب 200,000 جنيه، اقدر ان انا انبه الموظف اللي قاعد لو سمحت انا عايز ما تعمليش كارت الخصم المباشر بتاعي بطاقه ميزه، لكن اعمله لي بطاقه خصم مباشر كلاسيك لو كان رصيدي فوق ال 200,000 جنيه. تمام كده. ده اول حاجه عشان دي معلومه مهمه جدا، عشان في ناس كتيره جدا ما طب انا دلوقتي مش عايز ميزه وعايز امتى ان انا اقدر اطلب ميزه. لو ان رصيدي فوق ال 200,000 جنيه اقدر ان انا اطلب الميزه، ما اطلبش ميزه، اطلب كارت خصم مباشر عادي. تمام كده. طيب ايه تاني ممكن نقوله بالنسبه لي الناس اللي اقل من 200,000 جنيه طبعا هيطلع لهم كارت ميزه، ده اجباري مش بدون اي مناقشات مع العميل. تمام كده. طبعا ولو رصيدي فوق ال 500,000 ممكن كمان تطلب ان انت يتعمل لك فيزا جولد، ده فيزا اللي هي الايه، فيزا اللي هو الخصم المباشر، اللي هي الفيزا اللي هي الكلاس اللي هي زي الكلاسيك دي كده، بس لما هيبقى لونها اخضر هيبقى لونها ايه ذهبي. طب ايه المميزات اللي فيها؟ ان حد السحب بتاعها بيبقى اعلى. تمام. وكمان بالنسبه لمميزات الشراء والبيع، الشراء والسحب داخل مصر وخارج مصر بتبقى اكبر شويه. ماشي. وطبعا ساعتها هتتعافى من موضوع ان انت يطلع لك اللي هو ايه البطاقه الميزه. تمام كده. ليه تم اصدار بطاقه ميزه مؤخرا؟ ده طبعا عشان موضوع تحجيم الدولار، سحب الدولار واستخدام الدولار خارج مصر. فطبعا خلى بطاقه الميزه منها لانها بتستخدم داخل مصر طبعا محليا، فبناء عليه مش هتعرف تستخدمها خارج مصر، وبناء عليه يعني كنوع من انواع التحجيم في استخدام الدولار او خروج الدولار خارج مصر. ده السبب في ان معظم الحسابات مؤخرا بدات تستخدم بطاقه ميزه فقط لا غير. تمام. اما الاستثناء اللي احنا قلنا عليه ان انت تستخدم الميزه تطلب من الموظف لو رصيدك فوق 200,000 انت تعمل بطاقه خصم مباشر عاديه خالص اللي هي الكلاسيك مش الميزه. ده لو رصيد سعادتك فوق 200,000 جنيه. لغايه هنا تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه فادتكم. بكرر تاني لايك وشير كتير جدا للحلقه عشان ده بيفيدنا عشان اقدر اكمل لكم جديد. اشكركم جدا وان شاء الله بكم في حلقه جديده ومع السلامه.